المدرب الجديد بتاعك نادي الزمالك اللي هو فريرة عامل فيديو عشان خاطر تلقح على التيشيرت الاحمر، مخلي المدرب جايب قوس وسهم وبيضرب على التيشيرت الاحمر. سبحان الله، من اعمالكم سلط عليكم. حتى الفيديو جماهير الزمالك مش عاجبها الفيديو بتاعكم. يعني حتى الفيديو اللي انت عامل بيه تلقيح على التيشيرت الاحمر، الفيديو مش عاجب الجماهير بتاعتكم. يعني انت جاي عامل فيديو مركب فيه المدرب بتاعك على حصان محسسني هو فارس بلا جواد، جايب المدرب بتاعك مع ايده على كوم قش محسسني ان هو يعني شغال في اسطبل. غلط. هو في يا جماعه مدير فني يقعد على قش؟ غلط. ده سوء فكر، ده سوء اعلام. غلط. الف ب الف ب اعلام غلط. الف ب يعني اعلان للفيديو غلط. مين يا جماعه اللي صور الفيديو دوت قال لك ده تصور بكاميرا موبايل؟ غلط. غلط يا عم، ده انت عامل اعلان لنادي الزمالك. غلط. هنا في سوء اداره. ازاي مجلس اداره الزمالك يوافق على اعلان زي كده؟ ازاي؟ جايب المدرب بتاعك ملبسه البدله اللي كان لابسها الزعيم عادل امام من 30 سنه في فيلم رساله الى الوالي، وتقول لي ده نيو لوك جديد بتاع 2025؟ غلط يا ابني، ده عادل امام كان لابسها من قيمه 30 سنه. فيلم رساله الى الوالي، هات كده البوستر بتاعه هتلاقي البدله اللي انت ملبسها لفريرا اللي هو المدير الفني نادي الزمالك. البدله دي يا جماعه عادل امام كان لابسها من 30 سنه يا جماعه، وفي فيلم اسمه رساله الى الوالي. ايه علاقه اللي هو يلبس بدله زي كده مدير فني نادي الزمالك؟ ايه علاقتها بكره القدم؟ ايه علاقه كره القدم ان انت تجيب مدير فني تركبه حصان؟ هو احنا فين يا جماعه هنا؟ ايه علاقه الحصان بكره القدم؟ ايه علاقه القش بكره القدم؟ احنا مش في اسطبل. فسبحان الله، من اعمالكم سلط عليكم. جاي تعمل فيديو تلقح بيه على التيشيرت الاحمر، جايب القوس والسهم تضربه على التيشيرت الاحمر وتوقعه. طب ليه؟ ما انت بتزعل من الكلام ده يا راجل.